اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من كل الدنيا من مصر ام الدنيا. حقيقي بلدنا ام الدنيا فعلا، وده بكل الكلام وبكل الشهادات الحلوه جدا اللي بتتميز بيها مصر دلوقتي من خلال الاخوه العرب اللي بيقضوا اجازتهم، الناس المستمتعه بكل الاجواء الجميله وكل الشواطئ الجميله، سواء كان البحر الابيض المتوسط وسواحل مصر الشماليه او البحر الاحمر والجمال الخاص جدا في البحر الأحمر. طبعا احنا بنتميز بطبيعتنا الخاصة، وربنا يديم علينا هذا البلد آمنا دايما يا رب، بجماله وبأهله وبكل حاجة فيه حلوة. واسمحوا لي النهاردة فقراتنا تبقى متنوعة، وطبعا تم اختيارها بعناية زي ما انتم عارفين من رئيسة تحريرنا المتميزة أمل أبو بكر، وإخراجها بشكل مبدع المخرج أحمد عبد السلام. واسمحوا لنا نبتدي دايما أول فقرة بتبقى دايما لازم نفخر بيها ونتكلم عليها بحب، وهي مصر. ومش اي مصر كمان، احنا مصر حلوه على السطح، ولكن مصر كمان حلوه تحت الميه. احنا في عالم تاني، في بالذات في البحر الاحمر، يعني البحر الاحمر بالتحديد بعالمه الخاص بشعبه المرجانيه، بالاسماك، بالطبيعه الخلابه. ده عامل حاله من السحر الخاص، وفي ناس بتيجي بس عشان تغطس في البحر الاحمر. هذه الجوله الخاصه جدا من عالم ساحر حاولنا ان احنا نعملها لكم في كليب حلو نهديها لكم عشان تعرفوا ان مش مصر بس حلوه برا، ولكن بحرا وتحت الميه، جوله تحت الميه. يلا بينا. وهنروح لحاجة مفيش حد بيختلف عليها، وهي الكيك. يعني فكرة الكيكة أو التورتة، مفيش حد ممكن يختلف على حب التورتة يعني. وطبعا احنا دلوقتي يعني مع التقدم الرهيب اللي في عالم الديكورات ومكسبات الطعم والاكسسوارات اللي الحلوى عموما، وطبعا بنشوف دلوقتي كل واحد بيبدع في خروج التورتة أو الكيكة بشكل جميل. ناس تانية راحوا قالوا لا خلاص احنا هنسيب لكم الكيكه العاديه اللي انتوا بتعملوها اللطيفه الطبيعيه، وقررنا ان احنا نكون ناس غير عاديين. وبما اننا بنحب في كل الدنيا الناس الغير عاديه وبنحب الناس الالترا ابداع، فقررنا ان احنا نوريكم فنانه من تركيا مبدعه بتصنع كيك. مش ممكن تقول ان دي كيكه، هي ممكن تكون اي حاجه تانية في الحياه حواليك، بس تفاجئ. خلي بالك ان دي يعني الاشياء اللي حواليك دي ممكن تبقى كيك. تعالوا نشوف مع بعض.
was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Everyone! تخيل تبقى عايش مع واحده زي دي كل حياتك، عايش معاها في ايه، في خدعه انت حقيقه ولا كيكه، يعني مش معقوله، رهيبه. يلا نروح لاول محطه غنائيه، نفصل شويه كده ونصبح ونشحن طاقتنا بصوت حماقي شاغل عيون الناس. وطبعا حماقي انتوا عارفين صوت مصري جميل كلنا بنحبه، وفرصه لطيفه ان احنا نصبح عليكم باغنيه لحماقي. مهارة التنشين أو التصويب أو النشان بشكل عام، دي مهارة يعني دايما اللي بيبقى محترف فيها ده بيبقى حاجة جامدة جدا. والعادي أو زي ما بنشوف دلوقتي حتى في أولمبياد باريس، شايفين الناس إزاي شاطرة جدا، وبنشوف نتائج رائعة ومستويات رائعة جدا من هذه الرياضة. ولكن لما بتبقى على مستوى هواة أو مستوى مجموعة بتحب تلعب اللعبة دي، بتتدرب وبتجود وبتحاول إن هي تبقى عندها تقنيات عالية جدا لدرجة إنها تنشن على حاجات صعبة لا يمكن حد يتخيل ان ممكن حد ينشن عليها. ده هيكون الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. Come on, come on! No!
يعني طبعا اكيد اول صفه لازم تكون موجوده في الناس اللي بتلعب رياضه دي الصبر. يعني الصبر ده هو الاساس، عشان في الاخر يبتدوا يقعدوا يتدربوا ويشوفوا ساعات قد ايه لغايه لما تيجي صح يعني. نروح نفصل، ايه رايكم بعد التنشين الفظيع ده؟ نروح لديفا سميرة سعيد واغنيتها الجميله زن. احنا بنحاول ان احنا نرضي كل الاذواق وكل المودات، ويلا بينا مع سميرة سعيد. زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن، باين قلبي اتجن باينني حبيت. فن دي سمعة وفن انه يجيبني وحن، قلبي كده اطمن يا زن ما نقيت. مفيش كلام يا ناس، غرام وبالجرام ليق قوي عليا. ده من سلام بقيت بنام واقوم اوام واقول حرام تنامي يا عينيا. بوجه عام مفيش كلام يا ناس، غرام وبالجرام ليق قوي عليا. ده من سلام بقيت بنام واقوم اوام واقول حرام تنامي يا عينيا. وفرصه وانتوا الادرينالين كده عالي، يعني خلينا في نفس المود العالي ده ونروح لابداع. وانتوا عارفين هنا احنا هنفضل نعلي بقى، يعني كل فقره الابداع يجي يعلي على اللي قبلها. احنا شفنا الكيك ماشي تمام، وشفنا النيشان تمام. اللي جايه دي جديده، اللي جايه دي طبعا فن البورتريه، ده فن من فنون الرسم القديم من ايام زمان جدا، من 5000 سنه وتطور. وده كان من الشكل الدارج جدا للفنون قبل طبعا التصوير الفوتوغرافي والحاجات دي. ولكن طبعا علشان احنا في العصر الحديث، وعشان دلوقتي الفنانين بيحاولوا انهم يجودوا، في واحد اخترع اختراع فني انه يرسم بورتريه باسم الشخص اللي بيرسمه. يعني حضرتك كده بتيجي تاخد صورتك باسمك، يعني 2 في 1. نشوف مع بعض.
love, 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 love. Yes. The sun don't shine when I'm alone. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. And here we go. اعتقد الراجل اللي قاعد يكتب منمنم اسم الشخص اللي بيرسمه لدرجه في الاخر انه بيطلع صورته، يعني بصوا عمال يكتب ميسي ميسي لغايه ما تطلع صوره ميسي. ويتني هيوستن، انتوا متخيلين يعني؟ وبعدين بعد كده الصوره ما بعد الكتابه تطلع بالشكل ده. يعني انا مش عارفه الناس دي ازاي، يعني الناس دي بجد غريبه محتاجه دراسه يعني. تعالوا نروح لحاجه احنا بقى متعارف عليها، يعني حاجه عاديه وعارفينها، وهي وفاء الكلاب او الكلاب الوفيه عموما في حياتنا. وازاي الكلب ده كائن بجد، الناس اللي بتبقى بتربي كلاب عارفه ده، وعارفه ازاي وجودهم في الحياه بيبقى مهم جدا. وعشان كده مش اي حد بيعرف يتعامل مع الكلاب ويحافظ عليها، لان زي ما الكلب بيديك حب ووفاء لازم انت كمان تديله رعايه وتاخد بالك منه. هي علاقه حب متبادله من الطرفين. بس الكلب اللي احنا هنقدمه ده كلب مختلف جدا وبيقدم خدمات ولطيف قوي ومحبوب جدا. هو الكلب فعلا شخصيه مختلفه، يعني ليه شخصيه. تعالوا نشوف سوا.
على فكرة يعني فكرة العلاقة الحب الجميل والصداقة ما بين الشخص والكلب دي يعني اتقدمت في أفلام كمان كتير وبتبقى حاجة رهيبة. والكلب ده شخصيا اللي انتوا بتشوفوه ده كلب مشهور جدا على السوشيال ميديا وليه متابعين والناس بتتفرج عليه وبتشوف يومياته وأخباره، وقدر صاحبه انه يخليه يعني كاركتر شخصية الناس بتتابعها زي المشاهير على السوشيال ميديا. نروح لأغنية تانية، ودي تالت أغنية معانا النهاردة. أحمد جمال عدى كل الكلام، الكلام ولا الجمال؟ كلام. عدى كل الكلام. والاغنيه دي بنهديها لكم وبنديها لكل احبابكم. يلا بينا. احنا كده خلاص خلصنا ووقتنا يعني انتهى معاكم، بس الحمد لله يعني نهيناه بحاجه ظريفه كده استكمالا للطاقه الايجابيه اللي بنحاول ان احنا نبثها لكم طول الحلقه. اتمنى يكون روحنا واللي بنعمله واللي بنحبكم بيه بيوصل لكم. اقابلكم ان شاء الله على كل خير الاسبوع القادم.